صلوا على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ونبدأ قصتنا ونشوف هي بتقول ايه. بس قبل ما نبتدي نحط اللايك الجميل على الفيديو ونعمل اشتراك في القناة. بحبكم. يلا بينا نشوف القصة بتقول ايه. تقولي محتاجة رأيك جدا في الأخ اللي يطرد أخته عشان بس علي صوتها على عياله، لكن لما مراته بتعلي صوتها على العيال وصوتها بيكون وسط الشارع ما بيتكلمش معاها خالص، ويسيبها ترقص وسط الشباب وما يتكلمش معاها لو احنا في فرح مثلا. لكن لو احنا حد فينا على صوته القيامة بتقوم ومشاني واتبهدلت في المواصلات. ده ايه ده الأخ ده؟ ايه ده؟ مشاني واتبهدلت في المواصلات من محافظة لمحافظة ودمعتي على خدي ما نشفتش. هموش ان اخته حد ممكن يغلس عليها في نص الطريق وهي مسافرة من محافظة لمحافظة ودمعت على خدها. ما هنش عليه ده كله. المهم ان هو سابني ومشيت. راح الاخ التاني اي حد يتقدم لي يرفضه. كتير 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 اتقدم لي ناس كتير قوي وهو بيرفض. او بسمع منه ان ده فلان ده اتقدم لك بالصدفة كده وهو هيطرده من بره. وانا مش عارفة اعمل ايه وخايف يجهزني. لكن لو مراته طلبت لبن العصفور يتجاب. انا طبعا امي وابويا متوفيين وكنت عايشه مع اخواتي. اخويا ده شويه وده شويه، بس ما حدش طبعا بيستحمل حد زي ما انتي عارفه. ضيع لي فرصتي في الجواز وكنت كل مره اقول معلش يمكن العريس ده مش مناسب لحد ما لقيت نفسي داخله على ال40 سنه. ياه، والله العظيم ضيع لي ناس كتيره قوي محترمه. وخايف ده كله عشان خايف يجهزني، عشان خايف من مراته. خايف تجهزني؟ طب ما انت جهزت مراتك من عفش واجهزه تاني. يعني هو متجوز بقاله فتره، فالحاجه اللي بتبوظ او كده بيجيبها هو تاني جديده طبعا عشان هو في البيت. المهم حرمت نفسي من اللبس ومن شراء الطرح حتى لنفسي او اجيب شبشب زي الناس. حرمت نفسي من كل حاجه عشان آه، اشتري جهاز واشتري اللي نفسي فيه. عمري ما طلبت منهم يجيبوا لي حاجه. وايه العمل مع ده كله؟ ده انا ماليش حد في الدنيا الا هم، وماليش اب ولا ام حد يفيدني. اعمل ايه؟ انا مش عارفه اامن نفسي ازاي معاهم. الكبير بدل ما يكون سند وامان ليا طردني وبقيت في نص الشارع لوحدي، والصغير جيت اروح له مش طايقني هو كمان، ولا هو ولا مراته. انا مش عارفه اعمل ايه. هو الشرع والدين قال لهم يعملوا كده في اختهم؟ لا، ما قالهمش يعملوا كده في اختهم. هما اولا هيتحاسبوا عليكي، وثانيا انت مش هتعيشي معاهم تاني. انت هتروحي تأجري لك حتى لو اوضه وهتعيشي فيها، وهتنزلي تشتغلي. انت لسه صغيره مش كبيره. هتنزلي تشتغلي تبدأي حياتك من الصفر مش مشكله. وايه يعني؟ تنزلي تشتغلي حتى لو مش قادره تنزلي تشتغلي، اشتغلي من البيت وانت قاعده. في كتير قوي شغل اونلاين، في كتير قوي شغل على النت. اشتغلي وانت قاعده. وما تتحوجيش لحد فيهم هما الاتنين، ما دام هما الاتنين مش سند ومش ظهر ومش امان ومش اي حاجه. مع ان الاخ ده المفروض ان هو يبقى السند والظهر والامان وكل شيء. مع ان انا بيتهيألي انت اخت واحده صح؟ يعني المفروض انت هما يكونوا شايلينك على راسهم شيء. وكانوا هما الاتنين جمعوا مع بعض الفلوس وكانوا جهزوكي. لكن هما ما عملوش كده. انا بقولك ده رأيي. انا بقولك انزلي اشتغلي. شغلك هو اللي هيقويكي، شغلك هو اللي يخليكي مستقلة، شغلك هو اللي مش هيخلي حد يتحكم فيكي. وقبل اي شيء قربي من ربنا وصلي. صلي صلي صلي. قلتها لك 3 مرات علشان الصلاة حاجة جميلة قوي قوي. فصلي وان شاء الله قربي من ربنا. واول حاجه هتفكري تعمليها انك لازم تسيبيهم هما الاتنين، ومحدش مش مشكله يعرفوا عنك حاجه او ما يعرفوش، انت كده كده اصلا مش فارقه معاهم. فانت هتفرقي مع نفسك لما تاخدي كده اوضه وتنزلي تشتغلي، وانت كده كده معكيش عيال ولا اي حاجه، فانت مش هتكوني خايفه على حاجه في الاوضه. انت هتنزلي تشتغلي وتروحي تاكلي تنامي وبس. هتعيشي للشغل. تقدم لك حد مناسب اتجوزي. اتجوزي بس، وسيبك منهم هم خالص. هم يعيشوا حياتهم وانت عيشي حياتك. محدش بقى بيستحمل حد، بس انت المفروض اخته او اختهم كانوا استحملوكي وشالوكي لحد ما جوزوكي. لكن هم للاسف مش امان ومش ظهر. فما تعتمديش عليهم، اعتمدي على الله. اعتمادك كله على الله بس. اشوفكم فيديو جديد وباي باي. هتوحشوني. باي باي.